ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هنتعلم ازاي نعمل انيميشن احترافي من الماكس لتصميم داخلي زي اللي بتبقى على الستوريز وفيديوهات التيك توك. درس النهارده قوي جدا، والغريب ان محدش يتكلم عنه خالص، وعشان كده فكرت اعمل الفيديو ده. تعالوا نشوف هنعمل النهارده. ايه رايكم؟ درس النهارده مهم جدا لانكم هتعرفوا تعملوا انيميشن احترافي من الماكس بشكل عام، وان اي فكره انيميشن تيجي في بالك تقدروا تستخدموا الطريقه اللي هنشتغل بيها النهارده. ملحوظه مهمه في درس النهارده، كلنا هنشتغل على البي سي مش لابتوب عشان ما ترهقش جهازك. يلا بينا على الدرس، بس قبل ما نبدا اشوفكم بعد الانترو. المشروع اللي هنشتغل عليه النهارده عباره عن وحده لغرفه فندق بالشكل ده. لو الخامات مش ظاهره معانا هندوس على شو تكتشر عشان تظهر لي الخامات. ده سكريبت لو دورتوا عليه هتلاقوه، وهسيب لكم برضو لينك السكريبت تحت في صندوق الوصف. لو جينا شفنا الخامات هنلاقيها فيري. طيب في الحاله بتاعتنا دي احنا هنشتغل على كورونا ريندر. طالما هنعمل انيميشن من الماكس بدون تفكير هنشتغل على كورونا ريندر، هيوفر معانا وقت كبير. بروح عند سكريبتنج، ران سكريبت. انا حاطط السكريبت هنا كونفرتر ماتيريال، هو ده كورونا كونفرتر، وكل الحاجات دي هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن. بدوس على ستارت كونفرجن. اوكي، هدوس تاني على شو تكتشر عشان يظهر لي الخامات. عظيم جدا. عايزين نمسح الكاميرات دي كلها، عامله لي دوشه في المشروع. وبروح من ريندر سيت اب واظبط اعدادات الريندر من سين، واحط في الباس ليميت رقم 10 مثلا. هو الرقم ده قليل شويه بس يعني هيفي بالغرض. عاده شغل الانتريور بنعلي الاعدادات فيه شويه اكتر من الاكستيريور لانه بيبقى فول سي جي اي ريندر. اوكي، بروح للدي نويزنج واختار كورونا هاي كواليتي واعمل ريندر ونشيك على المشروع. كله تمام. طبعا ده مش مقاس فيديو التيك توك، هنروح عند كومن واحط 1080 في 1920 عكس مقاس الفيديو العادي، وده مقاس فيديوهات التيك توك. اوكي، اخليها وايد انجل شويه واعمل كنترول سي واحط كاميرا، بظبطها بالشكل ده، واروح اجيب دامي عشان ده اللي هحرك بيه الكاميرا من هيلبرز، واجيب دامي وسنتره مع التارجت بتاعت الكاميرا عشان تكون مركز الحركه لما اعملها انيميشن. هتفهموا قصدي كمان شويه. احدد الكاميرا بالتارجت بتاعها واعمل لهم لينك بالدامي اللي عملناه، وبكده انا لو عايز احرك الكاميرا بحرك الدامي ده بكل سهوله. بدوس سي وحرك الكاميرا زي ما انا عايز عن طريق الدامي. الف الكاميرا واعمل سكيل عشان اعمل زوم ان وزوم اوت. ولو عايز اللقطه وايد انجل شويه بروح عند فيلد اوف فيو. انا هنا مش بعمل زوم، انا هنا بظهر تفاصيل اكتر، يعني على حسب اللقطه بتاعتي. انا بس بوريكم التحكم في الكاميرا سهل ازاي عن طريق الدامي اللي عملناه. التفاصيل الصغيره دي بتفرق معانا في الشغل، حتى الشركات الكبيره بتشتغل بالطريقه دي. طيب بدوس على شيفت اف وابدا اشتغل على الانيميشن وانا واخد مقاس التيك توك بالمنظر ده. ركزوا بقى هنا، احنا هنا هنشتغل بالمقلوب، بمعنى هنبتدي شغل في اخر الفيديو وهنخلص في بدايته. يعني اول حاجه هنعملها دلوقتي هي اللي هتظهر في اخر الفيديو، بعد كده هنعكس كل ده. لو لسه ما فهمتوش خلينا نشتغل عملي وهتفهموا قصدي كمان شويه. هحرك الكاميرا كده وابتدي من هنا وادوس على الاوتو كي واحط كي فريم هنا واتحرك في التايم لاين قدام شويه كده، مثلا 10 فريمات كويسه، واعمل موف للموديل بالشكل ده. كده هو سجل لي الحركه. طيب بعد الحركه دي ايه اللي هيحصل؟ انا عايز الكتب دي وهي طالعه تختفي. طيب اخفيها ازاي؟ وانا محدد الكتب بالشكل ده واتاكد اني عند اخر كي فريم عملته للموديل
بدوس رايت كليك واختار اوبجكت بروبرتيز، بقول له الفيزابيليتي اخليها 0 يعني يخفي لي الموديل. بعد كده بحرك التايم لاين في النص كده واعمل رايت كليك اوبجكت بروبرتيز واخلي الفيزابيليتي 1. وده شكل الانيميشن اللي عملناه. طيب المفروض اني بنسخ الكي فريم دي على كل الموديلز، والنسخ في الماكس مش ادفانسد ولا يعتمد عليه. خليني اديكم مثال عشان تفهموا. P Shift F واعمل بوكس واعمل له انيميشن بسيط، واعمل بوكس تاني هنا. طيب عايز انسخ الانيميشن من هنا لهنا، بحدد البوكس اللي عليه انيميشن وافتح الكيرف اديتور وادوس على فريم اكستنس عشان يظهر لي الكيرفات على كامل الشاشه بالشكل ده. باجي عند البوزيشن واعمل كوبي، اروح للبوكس التاني واعمله بيست. اوكي، بصوا اللي عمله هنا. هو ايوه نسخ لي الحركه بالكي فريم بس غير مكان الموديل، وده هيبوظ لنا الدنيا واحنا شغالين. طب ايه الحل؟ في سكريبت اسمه ATK، ده بيعمل حاجات كتيره منها نسخ الكي فريم من موديل للتاني بشكل صحيح. للاسف انا مش شاريه، فهنشتغل في درس النهارده مانيوال. هو طبعا نسخ الكي فريم هيوفر في الوقت، بس مش زي ما انتوا فاكرين. نقدر نشتغل مانيوال مفيش مشكله، عشان كمان تفهموا طريقه عمل الانيميشن. دي كانت معلومات مهمه عن الكي فريم كان لازم تعرفوها طالما هنشتغل انيميشن من الماكس. نرجع تاني للمشروع ونكمل شغل. خلصنا دي، نعمل انيميشن على الموديل ده، واتاكد ان الاوتو كي متفعل واحنا شغالين على الانيميشن، وان شريط الفريمات لونه احمر عشان يسجل الحركه. بحط الكي فريم هنا واتحرك 10 فريمات زي التاني، والمره دي هعمل سكيل واخفيه زي اللي قبله. بروح عند اخر كي فريم، رايت كليك اوبجكت بروبرتيز واخلي الفيزابيليتي 0 عشان اخفي الموديل. خدوا بالكم بقى هنا عشان ما تتلخبطوش. هو حاطط لي كي فريم في الاول، ده بتاع الفيزابيليتي اللي هو بدايه ظهور المجسم، يعني الفيزابيليتي 1 حاططها لي في اول فريم. فبحرك الكي فريم دي واحطها في النص هنا، بحيث في اول فريم الصوره بتصغر، بعد كده بتختفي بالتدريج زي ما انتم شايفين. اخش على اللي بعده. بصوا هنا في التايم لاين، انا بحاول اشوف هبتدي امتى، ولو غلطت عادي نقدر نغير توقيتها. احط كي فريم هنا واتحرك 10 فريمات. دي حاجه نسبيه حسب ما انا عايز، انت مش هتمشي بالحرف زي ما انا عامل، ده هتعمله على حسب انت عايز شكله يطلع ازاي. اوكي، بحركه كده فسجل لي الحركه اوتوماتيك لاننا مفعلين الاوتو كي، والتايم لاين لونه احمر، ده معناه انه بيسجل لي اي حركه. نخفيها، بروح عند اخر كي فريم. انا رحت عند اخر كي فريم عشان عايزه يختفي في التوقيت ده. رايت كليك اوبجكت بروبرتيز واخلي الفيزابيليتي 0، وباخد الكي فريم اللي حاططها لي في الاول دي بتاعه الفيزابيليتي واحطها في النص كده. اوكي، اجي هنا عند الفازه دي واعمل لها اتاتش مع اللي جنبها واشوف ابتدي الانيميشن امتى. احط كي فريم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وهعمل المره دي سكيل مع روتيشن مع فيزابيليتي. رايت كليك اوبجكت بروبرتيز وخلي الفيزابيليتي 0، وباخد الكي فريم بتاعت الفيزابيليتي اللي في الاول دي واحطها في النص. فهمتوا اللعبه؟ كده احنا عملنا انيميشن للمجموعه دي. عايز احرك الكاميرا عشان اروح لمكان تاني، احدد الدامي ده عشان اعمل له انيميشن. باجي عند اول فريم واعمل له سيت كي واطلع قدام شويه لحد ما الحاجات دي تختفي واضيف كي فريم تاني. انا كده بثبت الحركه في الشويه دول. واكبر حجم التايم لاين اخليها 400 مثلا. هو وقت فيديوهات التيك توك بتبقى قصيره شويه، في الغالب بتبقى من 10 الى 20 ثانيه بالكتير. بعد كده بطلع بالتايم لاين قدام حاجه بسيطه واحرك الدامي للمكان التاني. نفس الكلام، اعمل انيميشن لكل الحاجات اللي قدامي دي. احط كي فريم واتحرك 10 فريمات واعمل موف.
رايت كليك اوبجكت بروبرتيز وخلي الفيزابيليتي 0 وحرك الكي فريم اللي في الاول وحطها في النص. اعمل اتاتش للمجموعة دي واحط كي فريم واعمل لها سكيل وروتيشن واخفيها. رايت كليك اوبجكت بروبرتيز وخلي الفيزابيليتي 0 وحرك الكي فريم اللي في الاول وحطها في النص وهكذا. تلفزيون والحيطة دي ودول. مكتبة التلفزيون اعمل اتاتش للمكتبة كلها واعمل لها انيميشن على بره مثلا خارج المشهد. خلصنا هنا. نحرك الكاميرا ونروح لمكان تاني. احدد الدمي واعمل له انيميشن. قبل ما احرك الدمي اعمل كي فريم الاول هنا عشان يحفظ لي المكان ده. بعد كده بطلع بالتايم لاين قدام شويه واحرك الدمي للمكان اللي انا عايزه. واعمل انيميشن للحاجات دي كلها بنفس الطريقه. خلصنا هنا. نحرك الكاميرا ونروح لمكان تاني. امسك الدمي نفس الفكرة، اعمل كي فريم هنا علشان يحفظ لي المكان ده واطلع قدام شوية واروح للزاوية دي عشان اظهر السراير بالشكل ده. هبتدي بالاكل لان دي هتبقى اخر حاجة في الانيميشن. اعمل دول جروب هنا. بدل ما اعمل كل موديل لوحده انيميشن اعملهم كلهم مع بعض وبعد كده ارحل في الوقت زي ما انا عايز طالما هياخدوا نفس حركة الانيميشن. احط كي فريم هنا واحرك 10 فريمات واعمل موف لفوق، بعد كده اخفيهم. رايت كليك اوبجكت بروبرتيز واخلي الفيزابيليتي 0. ما تنسوش تحركوا الكي فريم اللي في الاول واحطها في النص، وامسك كل موديل واحرك الكي فريم في الوقت اللي انا عايزه بالشكل ده.
بالنسبة للسراير هعمل جروب للسرير كله بدل ما هو متجزأ كده، واخلي المخدات لوحدهم. واعمل انيميشن للسرير. وكمان المخدات اعمل لهم انيميشن مع بعض. بعد كده ارحل كل واحدة لوحدها بالشكل ده. وانسخ السرير بمخداته اللي عملناهم بدل ما نعملهم تاني هنا. والكومودينو كمان نفس الكلام. بصوا الموضوع سهل، انتوا لو لعبتوا بالكي فريم شوية هتفهموا تكنيك الانيميشن بسهولة. بالنسبة للجدار ده ممكن اعمله بطريقة عادية زي اللي اتعلمناها، او اعملها بطريقة تانية المرة دي، طريقة ادفانسد شوية. في سكريبت اسمه بولي اف اكس بيعمل انيميشن للموديل وبيقسمه لاجزاء ويعمل لها انيميشن بالشكل ده. دي نماذج بيعملها السكريبت، فهستخدمه هنا في الجدار ده. بولي اف اكس وادوس على دي، هيقول لي فين الموديل اللي عايز تعمله انيميشن، وادوس على بيك اوبجكت، هقول له الجدار ده، وهخليه يعمل انيميشن للإليمنت، واختار هنا Center by Poly Elements، واخلي السرعة 15 مثلا، واخليها تبتدي من هنا. وادوس على Invert، وعند الفول اوف احط رقم 200، ونشوف بقى احنا عملنا ايه. ادوس على Create Animation. طيب زي الفل، طلعت مظبوطة. اوكي، السكريبت ده اقوى من كده بكتير، هنبقى نتكلم عنه اكتر في الفيديوهات الجاية. كده احنا خلصنا هنا. اروح لمكان تاني، اخفي دول عشان اعرف احط الكاميرا. حلو قوي. انا هنا هخفي الستارة والارضية بنفس الطريقة اللي شرحناها، وشكرا على كده. ودي هتبقى بداية الفيديو.
طيب فرضا انت مش عايز تشتغل بالعكس، ليك طريقتك الخاصة، انت بس عايز تفهم الادوات وتنطلق بعد كده. خليني اديكم مثال عملي وبلاش اعدل في اللي انا عملته عشان ما ابوظش الدنيا. هعمل بوكس صغير واعمل له اي انيميشن، وانسخه وارحل وقت الانيميشن بتاعه كده مثلا. طيب انا خلصت انيميشن في المنطقة دي وعايز اعدلها. بحدد كل الموديلز اللي معمول ليها انيميشن، وهتنزل تحت عند التايم لاين هتلاقي الانيميشن بتاعهم كلهم. كل اللي هتعمله رايت كليك على التايم لاين، كونفيجر، شو سيلكشن رينج. بعد كده هتحددهم كلهم بالشكل ده عشان يظهر لك الشريط العظيم اللي تحت ده. تقدر عن طريقه تسرع الوقت او تطول الوقت. ممكن كمان تنسخ الكي فريم دي وانت دايس شيفت تسحبه بالشكل ده. طيب عايز اعكس الكي فريم واعدل الوقت، ما انا شغال بالمقلوب بقى. باجي هنا واجيبها كده بكل بساطة. بصوا كده، ادي الانيميشن اللي عملناه وهنا اتعكس، وبكده تقدروا تتحكموا في الانيميشن بكل سهولة وتشتغلوا بالطريقة اللي تعجبكم. نمسح بقى كل ده ونرجع تاني للمشروع بتاعنا. كده احنا خلصنا والمشروع جاهز للريندر. هنروح للريندر سيت اب. اول حاجة من تايم اوتبوت ونختار رينج ونحط من 0 لحد الفريم اللي خلصنا عنده الانيميشن. في حاجة كمان هنا، هم عادة بيرندروا فريم ويسيبوا فريم. لو لاحظتوا هتلاقوا فيديوهات التيك توك سريعة جدا وتحسوا انه عدد الفريمات قليلة. لو عايز تعمل ده بتيجي هنا وتحط 2 مثلا كده، هو هيرندر فريم ويسيب فريم، وطبعا وقت الرندر هيقل النص. بس انا مش عايز اعمل كده، انا عايز احافظ على عدد الفريمات بتاعتي. بعد كده المقاس 1080 في 1920 مظبوط. ومن الريندر اوتبوت بنحفظ مكان الانيميشن بامتداد جي بيج. ومن سين الباس ليميت 10 اوكي. هو المفروض اني اعلي الرقم ده شوية لاننا شغالين داخلي، بس عادي مفيش مشكلة، هتطلع شكلها حلو برضه. والكورونا هاي كواليتي عشان يشيل النويز. بس كده واعمل ريندر. هنا عند التايم ريمينينج بيقول لي ان الريندر هياخد وقت 7 ساعات ونص. لو كنتوا بقى شغالين على لابتوب كان زمانه اخد 3 اضعاف الوقت ده غير انك هتكون اجهدت جهازك. طيب بعد ما الريندر خلص رحت على برنامج ادوبي بريمير، عملت كولر كوريكشن وضفت شويه ساوند افكتس، ودي النتيجه النهائيه. بتكنيك النهارده تقدروا تعملوا اي فكره انيميشن تيجي في بالكم بمجرد انكم اتعلمتوا الكي فريم وفهمتوا الريندر سيتنجز. وان شاء الله واحده واحده هنوصل مع بعض لمراحل متقدمه في الانيميشن ونفهم الماكس كويس. بس كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان قناتي تكبر بدعمكم ان شاء الله. شكرا جدا ليكم واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.